بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء وحبايبي طلبة الصف الخامس الابتدائي، نور حبيبتي ومحمد محمود وحنين وكلكم حبايبي، معلش اتأخرت عليكم سامحوني. يلا نبدأ أول درس في الترم التاني، يلا بينا. هنراجع سريعا. احنا قلنا العالم بيتكون من قارات، والقارة عبارة عن ايه؟ مساحة واسعة من اليابس يحيط بها المياه زي ما شايفين. كل قارة مساحة واسعة من اليابس الأرض يعني، وبيحيط بها ايه؟ المية زي ما احنا شايفين. وقلنا قارات العالم القديم، قلنا هنكتب كلمة سوف، السين آسيا، الواو أوروبا، الفيها أفريقيا. قارات العالم الحديث أمريكا شمال وجنوب، واستراليا علي منهم، والقارة القطبية الجنوبية تحتي منهم. قلنا دائرة الاستواء بتقسم العالم، خريطة العالم إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. طيب خط جرينتش بيقسم برضو خريطة العالم إلى نصفين، شرقي وغربي، شرقي وغربي. كل قارة من القارات ليها خصائص جغرافية بتميزها عن القارة التانية، وكمان أشكال من التراث الحضاري برضو لكل قارة مميزاتها. يلا هنبدأ بأكبر القارات اللي هي آسيا، ونشوف فيها إيه مميز. بنقول إن قارة آسيا بيميزها إن فيها هي أعلى هضبة في العالم وأعلى قمة جبلية، وهي أكبر قارة. يبقى فيها إيه؟ أعلى هضبة في العالم هضبة التبت، وأعلى قمة جبلية في العالم قمة إيفرست. قمة جبل إيه؟ إيفرست. وقلنا الجبل هو عبارة عن إيه؟ أرض شديدة الارتفاع ولها قمة ومنحدر. والهضبة قلنا ايه؟ الهضبة هي مساحة واسعة من الأرض، ايه؟ مساحة واسعة من الأرض، ايه؟ مرتفعة مستوية السطح. مساحة واسعة من الأرض مرتفعة مستوية السطح. يبقى قلنا آسيا فيها أعلى قمة جبلية قمة إيفرست، من جبل إيفرست. وأعلى هضاب العالم هضبة التبت فين؟ في آسيا.